أنا عمري ما كنت شايف إن الموضوع فيه أي مشكلة. يعني إيه لما أشغل أغاني وأنا في الحمام؟ بالعكس، كنت شايفها أحلى حاجة، خصوصا بالليل لما البيت كله ينام والهدوء يعم المكان. كنت بحب أقفل على نفسي الباب، أشغل البلاي ليست بصوت عالي شوية عشان الصدى يخلي الصوت أجمد، وأفضل قاعد وقت أطول من اللازم. الموضوع كان عادة بقالها شهور، وكل مرة أقول لنفسي ما كل الناس بتعمل كده. في ليلة كانت الساعة 1:30 بعد نص الليل، البيت ساكت خالص. دخلت الحمام، قفلت الباب وشغلت أغنية بحبها جدا. أول دقيقة كل حاجة كانت طبيعية، الصدى حلو، الجو هادي، وأنا مركز في الموسيقى. فجأة حسيت إن الصوت اتغير، مش واقف، لأ، بس بقى كأنه بعيد، كأنه جاي من آخر طرقة، مش من السماعة اللي في إيدي. بصيت في الموبايل، لقيته شغال عادي. قربته من ودني، الصوت واضح. أول ما بعدته شوية رجع الإحساس الغريب، كأن في طبقة صوت تانية ماشية تحت الأغنية. وقفت الأغنية، سكون تام، بس السكون ده كان تقيل، تقيل بطريقة تخليك حاسس إن في حاجة مش مظبوطة. شغلتها تاني، اشتغلت ثانيتين، وبعدين فصلت لوحدها. قلت يمكن الموبايل بيهنج. قفلته خالص وأنا لسه ماسكه. كنت حاسس إن في صدى خفيف في ودني، كأن لسه في لحن بيكمل نص نغمة وبعدين يختفي. هنا قلبي دق بسرعة. مفيش حاجة واضحة أقدر أقول إنها حصلت، بس الإحساس كان مش مريح خالص. خرجت من الحمام وأنا مضايق من نفسي أكتر ما أنا خايف. فضلت أفكر، هو أنا ليه بقعد هناك أصلا كل الوقت ده؟ ليه محتاج أشغل أغاني؟ تاني يوم سألت شيخ في الجامع من غير ما أحكي له التفاصيل، بس سألته بشكل عام: تشغيل أغاني في الحمام حكمه إيه؟ رد علي بهدوء وقال إن المكان ده مش مكان قعدة ولا ترفيه، ده مكان لقضاء الحاجة فقط، وإننا بنتعلم نقول قبل ما ندخل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن الحمامات أماكن نجاسة، ووارد في الأثر إنها مواضع حضور الشياطين، عشان كده بنستعيذ بالله قبل الدخول. وقال كمان إن القرآن لا يجوز تشغيله هناك، وذكر الله باللسان مكروه إلا لضرورة. وبالنسبة للأغاني فالمسألة فيها خلاف بين العلماء أصلا، لكن حتى اللي بيخفف في حكمها بيقول إن تشغيلها في الحمام غير لائق ومكروه على الأقل، خصوصا لو فيها أي ذكر لربنا. الكلام فضل يرن في دماغي. أنا كنت باخد الموضوع باستخفاف، مع إنه مكان له حرمة معينة. بدأت أجرب أبطل العادة دي، أدخل، أخلص، وأخرج من غير موبايل، من غير موسيقى. الغريب إن الإحساس الثقيل اللي كنت بحسه اختفى تماما. مفيش توتر، مفيش تركيز زيادة في الأصوات، مفيش خيال بيلعب في دماغي. ولما فكرت بعقلانية لقيت تفسير منطقي جدا: الحمام مكان مغلق، كله سيراميك ومياه، الصدى فيه قوي، أي اختلاف بسيط في الترددات بيبان مضاعف. ومع هدوء الليل المخ بيبقى حساس جدا، ممكن يتهيأ لك إن في صوت إضافي أو همهمة، وهو في الحقيقة انعكاس للصوت نفسه. الوحدة والساعة المتأخرة بتخلي أي حاجة صغيرة تكبر في إحساسك. بس حتى مع التفسير ده فضلت مقتنع بحاجة واحدة: مش كل عادة متعودة عليها تبقى صح. في أماكن ليها احترامها وليها أدبها. يمكن مفيش حاجة خارقة حصلت لي، ويمكن كل اللي حصل كان صدى وصوت ومخ بيلعب بيا. لكن من ساعتها عمري ما شغلت أغاني في الحمام تاني. مش خوف قد ما هو إحساس إن في حاجات بسيطة لما بنحترمها حياتنا بتبقى أهدى وأريح.